السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، مع حضراتكم محمد طاهر. الوسواس القهري مش حاجة غريبة، وكتير مننا بيحاول يتجاهله أو حتى يحاول يقاومه، بس أحيانا بيلاقيه بيرجع أقوى من الأول. في الحلقة دي هنتكلم عن أخطاء شائعة أنت بتعملها بشكل يومي من غير ما تحس. الأخطاء ديت بتقوي الوسواس عليك، علشان كده هنشوف مع بعض إن شاء الله خطوات عملية نقدر نستخدمها عشان نتحكم في الوسواس دوت من جذوره. لازم نفهم إن الوسواس مش بس فكرة غريبة بتيجي في دماغنا، دوت عبارة عن نشاط عصبي بيحصل في دماغك وبيأثر على مشاعرك وتصرفاتك. يعني مثلا هنلاقي ان العقل احيانا بيفسر الافكار الغريبة على انها حقيقية او على انها كمان خطيرة جدا. التفسيرات اللي بيعملها العقل ديت بتخلق معانا ما يسمى حلقة مفرغة. تمام؟ يعني بمعنى اوضح بيكون عندنا الفكرة دي بتولد خوف، الخوف يحصل بعد منه مقاومة، بناء على ده كله يحصل تقوية للوسواس، ودي بنسميها الحلقة المفرغة اللي احنا بنلف فيها حوالين نفسنا. تعالوا ندوا فكرة على كده. يعني مثلا تعالوا نتخيل لو واحد نسي يقفل محبس الغاز. الفكرة اللي هتجيله ان ممكن يحصل خطر. العقل هنا بقى هيعمل ايه؟ هيضخم الخطر دوت حتى لو الموضوع كان بسيط. علشان كده تعالوا نعرف بقى ايه هي الاخطاء الشائعة اللي بتقوي الوسواس علينا. رقم واحد عندنا في الأخطاء وهي محاولة المقاومة القسرية. يعني مثلا ممكن نلاقي كتير من الناس بيحاولوا ان هم يقاوموا الفكرة نفسها بكل قوتهم، ويحاولوا ان هم مستغربين ليه الأفكار دي بتجيلهم وعاوزين يتجاهلوها، مش عارفين، فتلاقي في مقاومة داخلية قوية. المقاومة اللي بتحصل القسرية ديت اللي هي بتكون يعني كأنك متضايق ان الفكرة موجودة وعايز تشيلها بأي شكل من دماغك، ده بيزودها بدل ما يقللها، وهي دي المشكلة. لو جينا ندي مثال على كده، مثلا تعالوا كده لو فكرنا ان لازم انت تعقم ايدك 10 مرات في اليوم، يعني مثلا هنفترض ان انت لازم تعمل كده. مجرد بقى المقاومة ديت ان انت عاوز تعقم ايدك وان انت خايف يصيبك مثلا مرض معين، المقاومة الداخلية اللي عندك ديت هتخلي دماغك يركز اكتر على الخطر. فبدل ما انت بتعقم ايدك مرة واحدة وخلاص على كده، تكرارك لعملية التعقيم بيثبت لعقلك من جوه ده في حاجة كبيرة، عشان كده هو بيعقم ايده اكتر من مرة في اليوم. فهمنا الفكرة؟ الخطأ التاني عندنا وهو التجاهل الغير واعي. التجاهل احيانا للافكار بيكون سلبي لو العقل مش متعلم ازاي يفرق ما بين الخطر الحقيقي والفكرة الوسواسية. وكنا عملنا حلقة قبل كده عن الموضوع دوت، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف عشان نقدر نعرف ايه الفرق بين الافكار الوسواسية والافكار العادية اللي بيمر بيها جميع الناس. فهنا بنقوله ان التجاهل بيكون سلبي لو ان العقل بقى في اللحظة دي معرفش يفرق بين ايه هو الخطر وايه هو الوسواس، فبيبدأ يخلط الامور ببعضها. تالت خطأ عندنا وهو التفكير الزايد والتحليل. يعني هنلاقي ان عقل الانسان بيحاول يثبت لنفسه ان الفكرة صح، بيحاول يثبت لنفسه ان الفكرة الوسواسية صح، وده بيزود التوتر ويطول معانا الحلقة المفرغة، لان هو بيحاول يجيب ادلة ويحاول يقنع نفسه. فالتفكير الزايد والتحليل في الافكار الوسواسية ده من ضمن الاخطاء اللي بتزوده عليك وبتطول معانا زي ما قلنا كده الحلقة المفرغة اللي احنا هنفضل نلف فيها. رابع خطأ عندنا وهو تكرار الطقوس او الفحص المستمر. يعني الانسان يفضل يتحقق باستمرار من اي شيء بيسبب له وساوس قهرية، وده بيقوي شبكة الوسواس في دماغك. يعني مثلا واحد عنده وسواس نظافة يبدأ يتحقق على طول ويغسل ايده باستمرار، ده بيزود الحلقة المفرغة اللي هي بتكون في دماغك، اللي هو بنسميه بقى تكرار الطقوس او الفحص المستمر. واحد مثلا عنده وسواس المرض فهو حس بشك معينة فراح كشف، فلما رجع برضه ما اطمنش، عايز يكشف تاني وتالت ورابع وخامس، ده برضه بيقوي شبكة الوسواس عندك. يبقى اي شيء فيه تطمين زايد عن اللزوم ده بيقوي معاك الدايرة المفرغة وهيزود معاك الافكار الوسواسية. الخطأ رقم 5 عندنا وهو الاعتماد على الشعور بالطمأنينة الخارجي. يعني مثلا لما انت بتدور على الطمأنينة من الآخرين، عايز واحد يطمنك بكلمة، أو حتى من أشياء خارجية، بتدورك على مقطع فيديو واحد يتكلم فيه كلمتين يهدوا أعصابك شوية،
ده بيخلي الوسواس بيعتمد على المصادر الخارجية بدل ما يبطل تدريجيا. علشان كده نبطل نعتمد على الشعور بالطمأنينة الخارجي، ونعود نفسنا تدريجيا زي ما احنا بنقول كده في الخطوات ان الوسواس من نفسه يبدأ يقل تدريجيا من عقلنا. تعالوا نفسر بقى اللي بيحصل دوت بطريقة علمية علشان نفهم ايه اللي بيحصل في العقل عندنا. الوسواس مرتبط بمنطقة في الدماغ اللي هي بتتحكم في تكرار السلوك والفكر. يعني مثلا كل مرة بنحاول فيها نقاوم أو نتحقق، ده بيعزز الشبكة العصبية ديت، وده بيخلي الفكرة أقوى في المرات اللي جاية، وتبدأ بقى أنت خلاص مع التعود عقلك يبني مسارات جديدة، يبدأ الوسواس يزيد عليك. لو فهمنا بقى الجزئية ديت، في الحالة دي هنقدر نغير استجابتنا العقلية بدل ما نقاوم الفكرة بالقوة. تعالوا بقى ناخد خطوات عملية للتعامل مع الوسواس ده من جذوره. رقم واحد عندنا وهي الملاحظة بدون الحكم. يعني مثلا خليك مراقب للفكرة، خليكي شايفة الفكرة ولاحظيها زي ما كأنك كده بتراقبي مثلا سحابة ماشية في السماء. مش لازم تحكمي عليها أو تحاولي تمحيها، بنتكلم عن الفكرة يعني. ما نحاولش نحكم على الفكرة أو نحاول إن احنا نشيلها بالغصب من عقلنا. كل اللي مطلوب مننا إن احنا نلاحظ الفكرة زي ما قلنا كده كأنها ايه، سحابة ماشية. الخطوة رقم 2 عندنا وهي التجاهل الواعي. هنا في اللحظات دي العقل محتاج تدريب علشان يتعلم يتجاهل الأفكار بدون قتال. يعني مثلا ممكن أعمل تمارين يومية 5 أو 10 دقايق، وهي عبارة عن إن أنا ألاحظ الفكرة وأرجع تركيزي لحاجة تانية. ألاحظ الفكرة زي ما قلنا كده من شوية في الخطوة الأولى كأنها سحابة بتعدي، ما أحكمش عليها. وبعد ما ألاحظ الفكرة شوية كده وأعيش معاها فترة صغيرة، أرجع وأركز على حاجة تانية، زي مثلا نشاط معين، هواية معينة بعملها، أروح أغير مودي وأتحرك من مكاني، أروح أفتح كتاب، أقرأ شوية في القرآن الكريم، أكلم حد. المهم أعمل أي نشاط بحيث إن أنا أغير تركيزي من على الفكرة إلى حاجة تانية إيجابية. الخطوة رقم 3 وهي تفكيك التضخيم، لأن العقل عندنا بيضخم الفكرة. في الحالة دي عشان نفككها هنسأل نفسنا، هل يا ترى الخطر دوت اللي مسبباه الفكرة حقيقي؟ هنسأل نفسنا السؤال ده ونشوف ونراجع الأدلة الواقعية. لو إن الخوف اللي عندنا مجرد فكرة أو مجرد شعور، عمرنا طبعا ما هنعترف بيه. علشان كده كنا بنقوله تخيل نفسك كده إن أنت مثلا في قاعة المحكمة، وانت رايح تقول للقاضي والله انا حاسس ان فلان دوت هو اللي سرقني مثلا. من الطبيعي ان القاضي هيقولك ايه هو دليلك الواقعي، هات لي دليل يثبت. انما عشان تقول لي مجرد احساس، احنا مش بنعترف بالكلام ده. يا ريت نتعامل بنفس الفكرة ديت اللي هي يعني بيتعامل بيها القاضي مع الادلة، ان احنا برضو نقول للوسواس انا مش هاخد بمجرد احساس او شعور او فكرة، انا عاوز دليل واقعي يثبت فعلا ان الخطر اللي انت مهيئه لي دوت حقيقي. الخطوة رقم 4 تغيير التركيز الذهني. يعني نحول بقى انتباهنا لنشاط عملي أو حركة جسدية، أعمل تمارين، أخرج أتمشى شوية، أعمل نشاط، أكمل شغلي. ده بيخفف من النشاط العصبي المرتبط بالوسواس. يعني بيخلي نشاطك العصبي اللي في عقلك اللي هو مخلي الفكرة الوسواسية شغالة على طول كده، احنا بنحول تركيزنا لشيء تاني فبيقل تأثير الوسواس علينا. الخطوة رقم 5 وهي مواجهة القلق تدريجيا. احنا مثلا مش عايزين نواجه كل الوساوس مرة واحدة، لكن ممكن مواجهات قصيرة متدرجة، زي خطوة صغيرة بناخدها قصاد أي وسواس. يعني مثلا واحد بيخاف يخرج بره البيت لمسافات طويلة، نقول له الأول اخرج بره البيت 2 3 وقف، وبعد كده ادخل. تاني يوم زود المسافة شوية، وهكذا. ده اسمه المواجهة التدريجية. واحد مثلا خايف يروح مكان معين، يقولك حاسس ان المكان دوت هموت فيه على سبيل المثال يعني، روح المكان ده واقعد في الأول دقيقة وارجع، بعد كده دقيقتين وارجع، وهكذا. بص تلاقي نفسك انت تدريجيا بتواجه القلق بتاعك. بعد كده تعالوا ناخد شوية نصايح نقدر نتعامل بيها برضو مع الأفكار الوسواسية بجانب الخطوات اللي فاتت. أهم حاجة لازم نعرفها إن الوسواس مش ضعف مننا، ده هو مجرد نمط دماغي ممكن يتغير بالتمارين الصحيحة والفهم العلمي، لو احنا قعدنا نطبق التمارين اللي فاتت دي بشكل كويس وبشكل مستمر. لازم برضو نكونوا فاهمين ان البداية دايما صعبة،
بس مع الممارسة اليومية هتحس بالفرق تدريجيا، وهتحس ان انت حالتك النفسية برضو بتتحسن تدريجيا، وقادرة ان انت تطبقي التمارين ديت. برضو اذا طبقنا الخطوات ديت مع الصبر ومع التكرار، هتلاقي نفسك وهتلاقي نفسك قادرة تتحكمي في الافكار بدل ما هي اللي هتتحكم فيكي، وهتحس ان انت قادر تطبق التمارين دي بشكل كويس، وان شاء الله هتحس بتقدم ملحوظ. بكده أكون أنا وصلت لنهاية الحلقة. أتمنى يا رب إنها تكون مفيدة، وأتمنى يا رب الشفاء للجميع. كان معكم محمد طاهر، السلام عليكم.